مشاهدي الكرام، قبل ما نهضروا على الاتفاقية خصنا نرجعوا شوية في الزمن، نسولو سؤال كيقلق بزاف. واش الصحراء الشرقية كانت فعلا جزائرية ولا راه خرجت من المغرب بقرار استعماري ثم بقرار سياسي؟ الصحراء الشرقية ما كانتش أرض بلا تاريخ ولا منطقة رمادية. الصحراء الشرقية كانت مغربية تاريخيا، كانت مرتبطة بالعرش المغربي، بالبيعة، بالنفوذ الترابي ديال الدولة المغربية قبل ما تكون شي دولة سميتها الجزائر. الحدود اللي كتعرفوا اليوم ما ترسماتش بالتاريخ، ترسمات بالاستعمار الفرنسي ومن بعد بالتسويات السياسية اللي بينها الاتفاقية ديال 1972 اللي فرضت منطق التنازل مقابل الاستقرار. وأخطر تسوية في هذا المسار كانت بطبيعة الحال هي اتفاقية سنة 1072 لترسيم الحدود بين الجزائر والمغرب. ومن هنا كنطرح السؤال الحقيقي: إذا كانت الصحراء الشرقية المغربية خرجت من المغرب باتفاق ديال اتفاقية ترسيم الحدود ديال 1972، واش يمكن هذا الاتفاق يسقط إلا تخرق واحد من الشروط ديالو الأساسية؟ وهنا بالضبط كنوصلوا الموضوع منجم غار جبيلات. أولا، شنو هي اتفاقية الحدود ديال سنة 1972؟ اتفاقية الحدود ديال سنة 1972 ما كانتش غير اتفاق على رسم الخطوط في الخريطة، هي كانت قبل شيء تسوية سياسية شاملة. ركزوا معايا على شاملة. المغرب علاش قبل بترسيم الحدود الشرقية وقدم تنازل سيادي كبير؟ قبل لأنه كان مقابل التزامات جزائرية، تعاون اقتصادي، عدم استفراد بالثروات الطبيعية اللي كانت في المنطقة ديال الصحراء الشرقية، وعلى رأسها منجم غار جبيلات. في القانون الدولي هذا النوع ديال المعاهدات كيتبنى على ما يسمى بالفرنسية كونسيسيون ريسيبروك، إذا ترجمناها للعربية هي تنازلات متبادلة. إلا طاح واحد كيطيحوا كاملين. إذا شنو اللي دارت الجزائر؟ الجزائر خدات قرار أحادي، بدات استغلال منجم غار جبيلات بوحدها بلا ما تشاور مع المغرب، بلا شراكة مع المغرب، وبطريقة كتقصي المغرب نهائيا. هذا القرار راه ماشي تقني، ماشي مجرد حق سيادي، هذا القرار كيجرد المغرب من استفادة اقتصادية هامة كانت مضمونة له بقوة القانون، بقوة اتفاقية 1972، وبالتالي كيكسر التوازن اللي تبنات عليه المعاهدة. إذن علاش خرق بند الاستغلال المشترك لمنجم غار جبيلات يعتبر خطأ جسيم؟ هنا خاصنا نكونوا دقيقين. خرق بند الاستغلال المشترك ماشي خرق بسيط، وخطأ جسيم. علاش؟ كيحرم المغرب من مقابل اقتصادي أساسي، كان جزء من الصفقة السياسية الشاملة، كيفرغ المعاهدة كلها من الغاية ديالها. المعاهدة الثنائية مشاهدي القناة ما كتقومش على التزامات معزولة ولكن على توازن عام، والجزائر دابا كسرت هذا التوازن. هنا فين كنمشيو القانون الدولي. كاينه اتفاقية دولية اللي هي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وبالضبط غنمشيو المادة رقم 60 لارتيكل 60. هذه المادة كتنص بوضوح على أن الإخلال الجسيم بشرط أساسي من المعاهدة كيخول الطرف المتضرر الحق في تعليق المعاهدة أو المطالبة بإنهائها بقوة القانون. وهنا خصنا نكونوا واضحين، الدولة المتضررة هي المغرب. الإخلال الجسيم جا من الجزائر. علاش؟ بسبب الخرق ديالها للبند اللي هو جوهري مرتبط بالاستغلال المشترك لمنجم غار جبيلات وبالتوازن الاقتصادي للاتفاقية. بمعنى قانوني دقيق، المغرب ماشي عنده حق الاحتجاج ولكن عنده حق
يطالب بإنهاء الاتفاقية ديال سنة 1972 واعتبارها منتهية قانونيا بسبب سقوط شرط أساسي من هذه الاتفاقية. وهذا ماشي قرار سياسي، ولكن حق منصوص عليه صراحة في القانون الدولي. ماذا يترتب عن إنهاء الاتفاقية؟ إذا تم اعتبار اتفاقية 1972 منتهية بسبب إخلال جسيم، فكل ما بني عليها فهو باطل، كيولي قابل لإعادة النقاش، وعلى رأسه ماذا؟ ملف الصحراء الشرقية المغربية. علاش؟ حيت الصحراء الشرقية المغربية ما خرجتش من المغرب بحكم قضائي دولي، ما خرجتش من المغرب باستفتاء، ولكن عبر اتفاق سياسي ثنائي بين المغرب والجزائر. ولا سقط هذا الاتفاق كترجع تلقائيا للوضع القانوني ديالها اللي كان قبل، يعني أنها صحراء شرقية تابعة للمملكة المغربية. إذن واش هذا كيعني أن المغرب يقدر يعاود يطالب بالصحراء الشرقية من جديد؟ الجواب نعم، قانونيا المغرب ما فقدش الحق التاريخي. المغرب فقط علق المطالبة مقابل الاتفاق، وإذا الاتفاق سقط الحق كيرجع كامل. هذا الشيء ماشي تهديد، هذا الشيء ماشي تصعيد عاطفي، ولكن هذا الشيء هو نتيجة قانونية منطقية لخرق جزائري واضح. والمضحك في الأمر التناقض ديال الجنرالات. المفارقة الكبيرة هي أنه الجنرالات كيتشبتوا باتفاقية ديال 1972 ملي كيتعلق الأمر بترسيم الحدود، وكتجاهلها ملي كيتعلق الأمر بأمور اقتصادية بين المغرب والجزائر، وبالخصوص الاستغلال المشترك لمنجم غار أجبيلات. في القانون الدولي هذا السلوك كيتسمى تطبيق انتقائي للمعاهدات، وهو سلوك مرفوض، وهو سلوك كيضرب المصداقية القانونية للدولة. المعاهدات يا إما تحترم كاملة أو كيتحمل الطرف المخل كامل العواقب. إذن باختصار، استغلال غار جبيلات ماشي مجرد مشروع اقتصادي، هو إخلال جسيم كيسقط التوازن التعاقدي بين المغرب والجزائر، كيعطي المغرب الحق قانوني كامل للمطالبة بإنهاء اتفاقية 1972 وبالتالي إعادة فتح ملف الصحراء الشرقية المغربية. القانون الدولي ما كيعترفش بالأمر الواقع، القانون الدولي كيعترف فقط بالالتزامات، واللي كينقض شرط أساسي خاصو يكون واجد باش يدفع الثمن القانوني. المعاهدات ما كتعيش غير بالخرائط، كتعيش بالالتزام، وإلا الالتزام طاح الملفات القديمة كلها غادي ترجع أقوى من قبل.